شو ابو فريد مبين مثقف سينمائيا؟ لا مثقف ولا علاج. بعرفه من الكلمات المتقاطعة اللي بيحطوها بالمجلات. دائما مخرج افلام رعب شهير وما بيحطوه غير على 8 العمودي. انا ساعة زمان برجع اذا حدا سأل عني. يعني شغلة مهمة كتير. عندي بيعة بيت يا ابو فريد، اذا زبطت بيطلع لي منها 25,000 ليرة وراح طعميك منها سكرة. باي. الو. ايوه ايه، نص ساعة الزمان بيجي. ايه مع السلامة. جلنار، هي جلنار. الحال يا السيارة هديك الله يرضى عليك. عمري يا قلبي انسى، دول مش حبايب، دول يا ما لسه ناويين. بتعرف كأنك قاعد بقلبي. خير بابا شو في؟ لا ما في شيء، بس كنت نازل على القهوة ما لقيت عندي ولا بنطلون مكوي. هاتوا انا بكوي لك اياه. لا ما بيمشي الحال لأنه مستعجل كثير، بخاف يتأخر لينشف. وشو دخل النشفان بالكوي؟ شلون؟ ما هو مشان تكوي لازم تغسله بالأول لأنه ما عندي ولا بنطلون نظيف نهائيا. طيب وانا شو بدي البس بابا؟ وليش بدك تلبس؟ لو بدك تروح ضروري تطلع لي على الحارات وتتسكع مثل الزعران؟ ما رح اتسكع مثل الزعران، انا رايح على المكتبة. على المكتبة؟ الفيس أي شيء؟ على المكتبة مين راح يطلع فيك؟ ما كل واحد مهتم بكتابه. شو هاد؟ هذا البرفان. برفان؟ ايش هيك شكله غريب؟ باع. ايوه حلوة مظبوط. تعال بادلك، في عندي قنينة كولونيا جايبها من المسكية بتاخد العقل. بادل؟ هلا بدك تبادل برفان كالونيا؟ معك حق. على كل حال خلي لك اياها عندي، ايمت ما بدك تبخ تعبخ. لا مبروكة، خدها، ما عاد بدي اياها، بس يكون بعلمك يعني هذا البرفان بينبخ بخة صغيرة هون وبخة صغيرة هون، مو تطرشق حالك فيها مثل الكالونيا. ايه صباطك البني وينه؟ لا تقول لي ما عندك ولا صباط مكوي، الصباط ما بده كوي. لك ما بده كوي بس ما بده بويا، بده بويا وما عندي وقت، ما في وقت. يستر عرضك انا بوي لك يا هاتو. لك مو قصة بويا، ليش أنا مالي إيدين ما بعرف بوي، بس المشكلة إنه الصوبيط اللي عندي مو ملائمين للبنطلون، فهمت علي؟ ليش البوط البني اللي أخذت لي إياه وينه؟ لك ابني هذاك البوط ضرب لي رجلي وقمت كسرت له كعبه، إيه ما حلوة فوت على القهوة والكعب مكسور، حلوة بتلاقيها أنت معقولة؟ مو حلوة بابا، بس هلا بتاخذ لي هات وأنت تكسر لي كعبه كمان. لك لا هذا بغيابك كسرته 4-5 مرات، توسع مزبوط يلا خاطر.
اهلين فريد. كيف؟ فوت تفضل. لا ما بدي فوت، جاي اسالك تروح على القهوه؟ بس لا اسال سعاد. هلا اذا بتسال سعاد معناتها ما رح تروح، خليني امشي احسن. لا مو ضروري، احيانا بتوافق. فوت. اخي اذا وافقت الحالي. لا هلا فوت، اذا وافقت بنروح سوا، واذا ما وافقت بنشرب القهوه سوا. يلا فريد تعال. يا الله. شو بيعجبكم بقعدة القهوة؟ ما بعرف، ما في غير طق الحنك ولت على العالم. يعني شو قول له للرجال؟ ايه ولا لا؟ ما بدي ضل حالي مع ابوك، ما بتعرف شو بيطلع براسه. مزبوط معك حق. طيب يعني معلش اذا قعدنا بالليوان شربنا قهوه؟ معلش بس لا تضوجوا. لا. مع عدم الموافقة. ليه؟ لساتها زعلانة من امبارح. لا شو صار امبارح؟ مشان البهدلة اللي بهدلتها اياها على التليفون. رجعت على البيت ماني متشفي منها، كمشتها بشعرها. وين بيوجعك؟ وين ما بيوجعك؟ وين بينفعك؟ وين ما بينفعك؟ 5 أصابع علموا على خلقتها باللونين الازرق والبنفسجي. حياه بالسلام، معناتها عامل لها جلسه مرتبه امبارح. كأنك مانك مصدق. ما لا مو هيك، بس يعني قصدي لو حكيك صحيح كانت اليوم سعاد ما بتضل قاعده هون، بتروح لبيت اهلها. انا كنت بدي اعمل هيك بس شفقت عليها. شفقت عليها ولا خفت منها؟ مو بس قلت خفت منها، بس شو بدي بالمشاكل؟ لك شو بدك مشاكل؟ بدك تربيها وتحطها عند حدها. كيف قهوتك؟ ما بدي اشرب قهوه، لحالي بنطلع من شم ريحه ربنا. قالت لي لا تضوج مشان الله فريد. ما قلت لها. على شو؟ هذا القليل الترباية اللي عم يتصل بالتليفون ما عاد يتصل بحياته. لا نزلت له اسمه على الكمبيوتر، بكره راح يقطعوا له الخط. بده ينزل قال هو يشوف شو السبب، بياكل بهدله. ما معك فراطة؟ دبرها مستعجلين. ما معي فراطة، زي صار بالدكان. هلا وقت الفراطة والدكان، الله يسامحك خيو، ما بدي لك مالي. لك لحظة مو مشكلة، هلا بنعرف بإلي طابق. مو مشكلة، نطلع على الخامس. وين فاتت يا ترى؟ مو مشكلة، ما عرفنا منين فاتت، نعرف منين بدها تطلع. فريد؟ وليه تارك المكتب مفتوح ورايح؟ الو مرحبا، الاستاذ حسان الاصلع.
شلونك استاذ نفاذ؟ طمني ان شاء الله اجيت اخذت المصاري. شلون على اساس بدك تيجي تاخذها؟ ما بصير ما حدا يرد، انا تركت ابو فريد هون خصوصي. طيب ماشي الحال، انا ناطرك بكره هون. لا عليك لك فكره، المصاري موجوده. ايه مع السلامه، الله معك. مو الحق علي انا، شلون بامنه لابو فريد؟ بلكي هاد طلع اكبر حرامي بالبلد وعامل حاله مسكين وادمي. لك على كل انا ليش لحتى اتعب حالي؟ شو ما في شرطه بالبلد؟ الشرطه في خدمه الشعب. الو شرطه؟ مستنى جماعتي. جماعتك؟ مين جماعتك؟ هون بهي الشقة. بأنو شقة؟ خلص أيوب ما عم استنى حدا، عن إذنك. شو عن إذنك مع إذنك؟ وين يا موين؟ وين؟ شو في؟ شرف معي. لوين؟ شرف. طول بالك ترك ايدي. شو ترك ايدك ما ترك ايدك؟ كل مرة بتعملوها فينا، طول بالك. شو عم فريدة فريدة اتصلي بالقشطة، اتصلي بالشرطة. لك أنا شرطة هي، مشان ايش تطلب الشرطة؟ مشان ايه؟ صرت سارق 4 بيوت. اخ فشلت بنص عينك، انا اشرف من اللي خلفك. هلا الشرطة بتحدد إذا أنت شريف ولا لا. لك ابني طول بالك، فهم علي، لك عمرك شفت حدا حرامي بيسرق بعز النهار؟ الرعيل الجديد من الحرامية كلهم عم يسرقوا بوسط النهار. فريدة طول اتصلي بالشرطة. بالك، لك طول بالك، عمرك شفت حرامي بيسرق من غير عدة؟ بجوز جاي تستطلع بعدين بتنفذ. فريدة اتصلي بالشرطة. لك ترك ايدي. ما بترك. فريدة اتصلي بالشرطة. اسمعي وداد، اليوم كنت عامل اجتماع. قصي الشرير وقصي المنيح وقصي الحبيب وقصي السعد. ولا شيء ولا شيء يعني ولا شيء. شو عم تحكي لحالك؟ ايه عم سمع كنت. قلت لي جلد طبيعي تضرب انت وظبابيطك. هاي رابع مره بلبسه ورابع مره وما كان يتوسع لحس لي رجلي. كسرت لي كعبه؟ ولا شو ان شاء الله بدك يعني اشلحه وارجع حافي؟ ما تلبسه من الاساس، ما تلبسه. لك شوف في رزق مقسوم بيني وبينها، شو اوعي وشو اوعي؟ ما كله واحد، هاي خزانتي مليانه، روح خذ شو بدك خذ. دخيلك على الخزانه، على اساس فيها شيء مثل العالم يعني. شفت؟ هاي عم تحكيها بنفسك، ما فيها شيء لبس. بابا لما تشتري اغراض، يعني اشتري اغراض مثل العالم، مصرياتك دافعون ودافعون. شو قصدك ولا؟ اني ما بعرف اشتري؟ هيك شيء. يحرم علي من اليوم ورايح اخذ قطعه من عندك. قطعه باخذ من عند الغريب، باخذ من عند الغريب احسن لي. ايه واحسن لي كمان. بدي اسالك انت من وين عم تجيب مصاري كل كم يوم تشتري لي قميص ولا كندره ولا برفان؟ من الخرجية يا بي، الله يديمك فوق راسي، هيك ايد على الخرجية هيك، بس شوف يعني قطعة حلوة بشتريها وبس. منيح برضى عليك منيح. اخ يا وداد اخ، هلكوني. وقالت له زوجته صاحبة العيون اللوزية وذات الشعر الأشقر: يجب أن تصبح رجلا قويا شرسا. الو، اهلين عادل، شلونك انت؟ حلوان شو؟ يبقى بدنا نعرف البشارة لنحدد الحلوان. بشرفك؟ عادل عم تحكي عن جد ولا عن مزح؟ بأي مجلة؟ ايه مزبوط، انا هدول بعثت لهم قصة. طيب اسمع، وين ناشرينها؟ بصفحة الآداب ولا ببريد القراء؟ ممتاز واخيرا زبطت. لك خلاص انا بكره بمر لعندك على الكافيتيريا وبجيب لك معي الحلوان. عادل وين لقيتها؟ لاني اليوم دورت عليها بالسوق ما شفتها. طيب الله يخليك، اشتري كل النسخ اللي بالمكتبه ووزعها بكره على الشباب. خلي اللي ما اقتنع يقتنع اني انا ما عم بكتب عبس. إيه انت ما في منك. يلا بشوفك بكره، مع السلامه. خليني اخبر هيفاء قبل ما تنام. هذا
الو نعم. نعم. الو. كله نمل وزياده. رد يا حقير او يا حقيره. على كل حال مو مشكله، هي انا قدامي الكاشف ورقمك صار عندي، بكره بنتفاهم. موتته من الرقبه. يقطع عمرك ما اغلظك. اما ما بيتزحزح من جنب التليفون. رح روح اخبر امي، خليها تعرف انه انا عندي موهبه، وخليها تعرف انه العالم بلشوا يعترفوا فيني. ماما حكى معي رفيقي عادل قبل شوي، قال ناشرين لي قصه بمجله وبصفحه الاداب وبعنوان كبير. شفتيني موهوب. بجوز مجلة، هات ايدك والحقني، ما لقيت شي تنشره نشرت لك قصتك، شو هالشغلة يعني؟ مزبوط حكي امك، ما في اكثر من المجلات يلي هيك. يا حبيبي على كترتهم نسينا عناوينهم. ايام زمان يا ابني كنا اذا ما نزلنا بكير على السوق ما نلاقي ولا مجله. انتوا ليش مفكريني اني بنوب؟ والله انا موهوب، انا انسان مثقف وموهوب. ما بدك تاكل؟ ما بدي اتعشى، ما بدي. بلكي موهوب عن جد. مدري مين لعبان بعقله. وانت شو بك نازل تخبيط على الباب؟ انه شو في الساعة 2 بالليل؟ انتوا انتبهتوا انه جدي لحد هلا ما رجع؟ شلون ما رجع؟ ما رجع. متأكدة؟ ايه مثل ما عم قول لك. الحاج الدق افتح الباب وشوف. لك بنتي ليش ما حكيتي من اول؟ انا هلا لحتى انتبهت. شو نعمل هلا؟ وين بدنا ندور عليه؟ خلينا نتصل بالمستشفيات، بركي صاير له شيء لا سمح الله. مزبوط. هيفاء صحي اخوكي بينما اتصل انا بالتليفون، مشان اذا ما مشي الحال بالتليفون نطلع ندور عليه. يلا. ايه نطلع كلياتنا. لك شو نطلع كلياتنا؟ ما بصير نطلع كلياتنا، لازم يضل في حدا هون همزة وصل. قبل ما اعرف شو كنت عم تعمل هنيك ما راح طالعك. هلا كل ما شفتوا واحد واقف على درج بنايه بدكم تتهموه بالسرقه؟ لا بس بالحاره صار في كذا سرقه، مشان هيك نحن شاكين فيك. طيب جيبوا العالم يلي سرقت بيوتهم وخليهم يتعرفوا علي اذا كنت انا الحرامي ولا لا. معناتها انت الحرامي مبينه. شلون بقى؟ لانك متاكد انه ما حدا رح يقدر يتعرف عليك. ما فهمت. الشقه يلي انسرقت كلياتها انسرقت بغياب اصحابها، وبالتالي ما حدا شاف الحرامي، وبالتالي الحرامي معتمد على انه ما حدا رح يتعرف عليه. شلوني معك؟ على شو بدي احلف لك انه ما في شيء من هالشيء؟ كل ما في الامر اني كنت عم بستنى واحد صاحبي. هلا عم تقول صاحبك وما بتعرف اسمه ولا بتعرف باي شقه ساكن. هلا بذمتك قل لي، لو كنت مطرحي بصدق شيء كلمه من الحكي اللي عم تحكيه؟ انت حاول تشيل من راسك اني انا حرامي وراح تصدق. اقنعني، شو الصاحب اللي ما بتعرف عنه شيء لحتى اصدقك؟ بس هيك صاحبي ما بتعرف عنه شيء؟ يا سيدي ما راح صدقك. بنعرف بعضنا من 40 سنه وفجاه انقطعت اخبارنا عن بعضنا. اليوم لمحته، شفته، لحقته، ما لحقته، دخل على البنايه، طلع بالاسانسير على الخامس، وقف الاسانسير بالخامس، قلت لحالي انا بقى بستناه لحتى يطلع. هي كل القصه. لا 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 لا، مو داخله براسي القصه بنوب، مبينه تاليف. داخله ولا مو داخله؟ ما في دليل توقفني. انا موقفك بشغله ثانيه كمان، مو بس بهي الشغله. شغله ايش؟ في واحد بمواصفاتك سارق 25,000 ليره وعم يدوروا عليه، بس يكمشوه يا بتثبت التهمه عليك وبنحبسك يا ما بتثبت وبنطلعك برا. شو معناتها هي؟ ان شاء الله بدي ضل الصبح عندكم هون.
إيه اهلا وسهلا فيك. شو في حدا عم يجلدك؟ اذا بدك تنام هي الغرفه فيها تخت و4 بطانيات بامكانك تنام، واذا بدك تحكي مع حدا من قرايبينك هي التليفون. لا 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 لا، اهم شيء ما حدا يدرى من قرايبيني دخيلك. الحمق طول عمري انا سمعتي مثل المسك، بدكم تنزعوا لي اياها اخرة العمر. لك شو هاد؟ شو عليك في كهرباء البيت؟ انه هي الكهرباء ببلاش، يعني ضروري تيجي فاتورة الكهرباء 500 ليرة مثل الدورة الماضية؟ فريد هلا وقت الكهرباء طمني شو صار معك؟ شو بده يصير معي؟ ما صار معي شيء. فترت كل مستشفيات البلد ما لقيته. قصي اجى؟ لسه ما رجع. اتصل شيء؟ لا ولا اتصل. شو لقيته بابا؟ ما لقيته والله ولا انا. ليكون في شي مستشفى نسيتوها. بعرف كل مستشفيات البلد مثل ما بعرف بيتنا. شو بدنا نعمل هلا؟ حدا زعله شيء؟ ليكون انت زعله ولا؟ شو دخلني انا؟ ليكون زعلان ونايم عند حدا. مين بده يزعله؟ ليش نحن عم نشوفه حتى نزعله؟ طيب ليش ما نسال عنه عند الجماعه اللي كان عم يشتغل عنده؟ إيه انا بعرف وين عم يشتغل؟ قال عم يشتغل بمكتب عقاري، إيه في اكثر من 2000 مكتب عقاري بالبلد. خلينا نخبر الشرطة. لا بكير، خلينا نستنى شوي، بركي ما في شيء. معقول رايح لعند حدا من قرايبينكم؟ لا ما له بالعاده. خلينا نسأل ونشوف. هلا الساعة 2 بالليل، خلينا بكره الصبح، الصباح رباح. اعملي لنا قهوة بنتي، اعملي لنا قهوة. حلوه، عمليها حلوه. إذا ما بخلي حياتك تصير كابوس يا سعاد ما بكون اسمي أبو سليم. يلا الله يكون معك. مشان يصير بيناتنا جبن وملح. ومكدوس وملح. يا عيني مرملات وملح. هاي عليك مرملات. كتر يا ولد. يا روحي دبس وملح يا سعاد. كلي باك. هذا هو سيدي. شو يا فريد؟ هلا ما عاد لك حجه بنوم. معقولة؟ معقولة يا معلم؟ أنا أسرق أنت بتشك فيني؟ المصاري كانوا بعهدتك ابو فريد، اختفيت انت وياهم، مين بده يكون سرقهم يعني؟ لك أنا تركتهم على الطاولة ما مديت إيدي. يعني انت المسؤول. لا شو يعني بتدعي علي؟ شو رايك؟ 25,000 ليره محرزين، ادعي ولا مو محرزين؟ والله أنا محلك ما بدعي إذا ماني متأكد. انا متاكد. ابو فريد انا برايي تعترف وتريحنا من التحقيق معك، لانه التهمه ثابته عليك وثابته. أعوذ بالله، اتق الله يا رجل، أنت دورت منيح، روح دور، بركي مرميين هون ولا هون، يعني دور. ابو فريد الظرف ما بينط لحاله، شو اللي بدي اخليه يوقع على الارض؟ فريد تعال اقول لك، اذا كنت مخبيهم شي مطرح قل لي، وانا بوعدك انه ما خلي معلمك يدي عليك. وانا اذا بيعطيني كلمه يرجع المصاري ما عاد بدي منه شيء. المصاري مو عندي ولا شفتهم، بتصدقوا صدقوا، ما بتصدقوا اتهموني وخلصوني. دخيل الله، يا المتهم عند الله بريء. انا مضطر احجزك يا ابو فريد، مع انه شكلك ما بيوحي انك حرامي، بس التهمه لابستك لبس. دخيلك اذا بدك تعجزني عندك وحدا سال عني لا تقول اني انا هون عندك. طيب من شو خايف؟ عامل لك شيء عمله وخايف تنفتح الابواب عليك؟ ولا خايف اذا انكشفت هالسرقه هي بالذات تكرر المسبحه؟ لا خايف من اولادي واولاد اولادي، يعني مو وقتها هلا مالي عين. اولتها واخرتها رح يعرفوا
حققوا بالموضوع وتاكدوا بالاول، بعدين خلي كل العالم تعرف. انا ما بتفرق معي بس مو هلا. شو فرقت معك؟ هلا ولا بعدين؟ هلا اذا طلعت السمعه اني انا سارق كل العالم تعرف، كلياتهم بيقولوا يا لطيف هذا مثل حية التبن. بعدين بس تثبت براءتي نصهم بس بيسمع اني انا طلعت براءه، والنص الثاني بفكرني اني حرامي بس انا مفبركها. بيهون عليه؟ بدك ترجعي بعد الطريق لا شعلي نار ولا عندك في ريت ضوينا ولي شو مالحة؟ هلا أبي ما بيعرف يعمل شد النوم. يا عم كمان الشاي معلش؟ بتعرفني بشرب القهوة سادة، ليش حاطط لها ملح؟ أنا ما حطيت شيء. معقولة أعلق حالي معك؟ من وين اجى الملح لكان؟ ما بعرف. هاتي لشوف. الصبر ملح. شو قصة الملح؟ من امبارح لليوم كل ما حطينا بيتمنا شيء بيطلع مالح. يا بي دوق القهوة تبعك لشوف مالحة. ما بشرب قهوة، برتفع ضغطي. اصلا ضغطي مرفوع. يا بي بس لحتى نشوف إذا مالحة. يا الله يبلع عيشتكم اكثر واكثر حتى تعرفوا تحسنوا معاملتكم معي. عمي بشرفك، مو انت اللي حاطط ملح بكل شيء؟ يا عم بدبب ان شاء الله بدخلك انت. سليم، شو رأيك بهالحكي؟ خلص سعاد، بجوز صدفة الملح نزل بالقهوة. صدفة الملح فاتح على ترميز القهوة ونزل فيه؟ شو عرفك؟ وبالمقدوسات وبالزيتونات وبالجبنات وباللبنات كمان صدفة؟ كل شيء بيصير. هلا نحن آخر زمان، يعني بجوز فجأة يتحول كل شيء لملح، معجزة. معجزات كثيرة راح تصير ولسه الخير لقدام. بابا انت كل هالقد بتحب الملح؟ ما في شيء بيتاكل، حاطط ملح بالسكريه؟ تنكسر ايده وتتعلق برقبته يلي ملح. وليد افتح. وليد افتح. لك انت مالك رجال غير على ابنك، لك تسترجد الا لبرتك. سعاد قومي افتحي. عليك. صباح الخير. اهلين عمو، اهلين. تفضل تفضل. يلا. وسهلا. اهلا وسهلا. يلا بابا اجى عمو فريد. صباح الخير. صباح الخيرات. اهلا فريد. ضيفوه قهوه ضيفوه. عمي ابو سليم، امبارح المساء شفت ابي شيء؟ لا ما شفته. ليش عم تسال عنه؟ راح على الشغل امبارح المساء ولهلا ما رجع. لفينا عليه كل المستشفيات ما لقينا. ليش وين عم يشتغل؟ ما بعرف بالضبط وين، بس قال لي استلم الاشراف على مكتب عقاري. يا لطيف على الكذب. شو؟ كذب. آزل مو مشرف. لا بجوز مشرف على الكناسه والمسح. وينك؟ يا اما عم يشتغل شوفير. لك شوفير شو؟ ابي ما معه شهاده اصلا. سواء سيرة القهوه والشاي ما بدها شهاده لك ابني. المهم هلا بتعرف وين المكتب؟ لا ما بعرف. شو بعرفني؟ طيب شكرا. يلا عن اذنكم. عود فريد، عود اشرب قهوة. هلا وقت القهوه، انا رايح ادور معكم عمو. وليد لا تروح، طلع بدي اياك. شلون يعني بدي ضل هون وعمي ابو فريد ضايع؟ لك عم بقول لك طلع بدي اياك. جدو هلا وقتك انت. يلا انا بالاذن. لك عم بقول لك طلع بدي اياك. ايه بدك تحرضوا علي ما هيك؟ لانه بشرد فيك وما عم بفكر بغيرك.
اصلا انا مالي شايفك بنوب على جوزك. خير جدو شو في؟ بدك تبيض وش قدام هيفاء ما هيك؟ هيفاء شو دخلها بالنص؟ اسمع ولي، انا بمري 100 واحد مثلك من تحت باطي على مين بدك تضحك ها؟ جدو عن شو عم تحكي؟ شو مفكرني ما بعرف انك عم تلتقي انت وياها؟ يا جدو ما بصير تحكي هيك عن البنت، عيب. انت شفتني عم نلتقى انا وياها شيء؟ طبعا شفتكم، لو ما شفتكم ما بحكي هيك، شو بعلم بغيب انا؟ لا يا جدو لا، بتكون شايف لك شي شاب وبنت مش برقر. اذا بدك تقدم خدمه روح معي. لوين؟ انا بعرف ابو وليد وين عم يشتغل. اذا بدك بنروح وبنساوي حالنا انه دورنا عليه وانت لقيته مشان ترفع راسك قدام هيفاء. ايه ايه زين تحت، زين لتحت لبين مغير ابو عي. يلا سوري. يلا يلا يلا. يعني لو ما بتستاهل مرحبا، بس مرحبا. يعني لو ما بتستاهل الاهلين بس اهلين. نعم شو بتريد؟ وين ابو فريد؟ شو كمان صار لك مصاري انت الثاني؟ الله لا يوفقك. لك سامع وليد؟ يخرب بيتك. اسمعوا لا، ابو فريد اشرف من اللي خلفك، فهمت ولا لا؟ اذا اشرف من اللي خلفني ولطش 25,000 ليره بقى شلون لو كان حرامي؟ بدي كسر راسك اذا بتحكي علي برا تاني. ايدك لو كسر. لحظه ليك ولقيت المصاري واعيين على الارض. وينهم؟ اي والله اي والله. ايدك عني ايدك برا. رموا حدا قبل ما تحكي خلاص هيك الغلاط رايد او شيء. هات مصاري يا خذوا. وين ابو فريد؟ موقوف. على كل هلا بنروح سوا وبسقط حقي انا، واذا كان شيء بعتذر منه واعطيه 1000 ليره شرفيه. مو بحاجه لشرفيتك. وليد روح معه. وليد تعال لك اللي لا تجيب شيء لحدا انه كنا سوا. ولا يهمك. انت لقيته ها؟ خلاص يلا روح معه روح. ليتنا نضل نستنى يعني. خلص خلونا نخبر الشرطة ونخلص، هي شغلة الشرطة مو شغلتنا. وليش لحتى نخبر الشرطة؟ شو بيخصها أكتر ما يخصنا؟ ولا كل شغلة بدها تصير بدنا نزتها على الشرطة؟ لك مو قصة بخصنا وما بخصنا، الشرطة عندها عين واسعة وساهرة، يعني كل حركة بالبلد بيعرفوا فيها، هذا عدا بقى المخبرين وفاعلين الخير ولادين الحلال، يعني 5 دقايق 10 دقايق بيطلع التعميم بيكونوا عافطينه عفط. خلينا نستشير ابوكم هو بيقرر، لا تقرروا عنه بيزعل. شو طمنوني حدا اتصل؟ ما حدا. شو صار معك انت؟ شو صار معي؟ تعرفت على كل قرايبيننا، ما حدا شافه من 4 سنين. خلونا نخبر الشرطة. هلا علقت على الشرطة؟ لسه شرطة شرطة شرطة. خلينا ننتظر لبعد الغداء، إذا بين ما بين بنعود نتصل مع الشرطة. ايه بعد الغداء انا رح اخبر الشرطة. الحمد لله الحمد لله، ظهر الحق وزهق الباطل. وين لقيته؟ سلخته كفين، سلط على الارض شافهم. اخ يا سيدي ليك لهلا السبعة مع رقبتي. ضربني سيدي عم يعترف، امسكه. منيح يلي ضربك، لانه لو ما ضربك كف كان ضل البريء بالسجن وطلع عليه الصين انه حرامي. كتر خيرك يا وليد، كتر خيرك، ألف كتر خيرك. شلون استهديت علي؟ جدي وبسليم دلني على المكتب. تفضل ابو فريد، معلش اعتبرها هي رد اعتبارها ال1000 ليره. أردن على جوعتك. عم ترد لي اعتباري ب1000 ليرة؟ قديش بدك لك ال 25,000 ليره كلها؟ ميزانية الدولة كلها أنا ما بترد لي اعتباري. لا، على الدولة لا حدا يقرب. ذبحوا بعضكم برا، بس على الدولة لا حدا يقرب. فهمت انت وياه ولا؟ ما حكينا شيء لا تلبسونا.
فريد اذا بكره الصبح بتحب ترجع الشغل انا ما عندي مانع. ما فشرت ارجع اشتغل عندك؟ لا يا ابو فريد لا. هلا بذمتك انت لو كنت محلي ما كنت عملت نفس الشيء؟ انا ما بعمل هيك الا اتاكد، ولو تاكدت بحاول اصلحه قبل ما اسلمه للشرطه، مو برميه بالحبس. طيب يا اخي اصلحني، اعتبرني انسان ضال واصلحني. ماشي الحال بس اليوم تعبان، بكره ان شاء الله. انا مستنيك بكره من الصبح. ماشي خلص هلا روح من خلقتي ضايق خلقي منك ما بدي في الشهري. طيب خلص خلص ابو فريد. سيد وليد تبقى زورنا اشرب لك فنجان قهوه مخزره فيه. ايه مشروبه. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال لنا دخيلك، ما بدي حدا يا وليد يعرف انه نحن كنا بالشرطه. وين بدنا نقول له لك؟ الف لك شي قصه. عمي قصة شو بدك مثلا؟ بعدين شو عرفك اني انا بكتب قصص؟ يعني جدك مو يعني صاحبي بعرف طبعا، وانت بالوراثه اخذ عنه. مزبوط. طيب قصة شو بدك مثلا؟ لك مو مشكله، حي الله قصه، بس المهم تكون قصه بعيده عن الشرطه والتوقيف، ما بدي تجي سيره الشرطه بالمره. ولا يهمك، هي ما في اسهل منها. تفضل. يلا. فريد روق بقى، شو بده يكون صاير يعني الا نلاقيه؟ رايق، انا رايق. لك انعود حاج تروح وتجي مثل ديك الحبش. ولك انا عم بمشي رياضه، قايلين لي انه بهالعمر الرياضه بتنفعني كثير. خلص انا ما بقى فيني استنى، انا رايح. لوين؟ لوين بدي اروح يعني؟ على الجامعه. لك شلون عليك قلب تدرس وجدك ضايع؟ شو مالك قلب انت؟ لك انا مالي رايح ادرس، عندي شغل. ايه بيتأجل شغلك، بيتأجل. انت شو دخلك؟ اصلا اذا جدي بخير ما رح ياثر عليه ان كنت هون ولا ان كنت بالجامعه، واذا صاير له شيء طبعا لا سمح الله يعني كمان ما رح ياثر عليه ان كنت هون ولا ان كنت بالجامعه. ولك خلصنا منك قلق، خلص بده ينقلع. اصلا وجوده وغيابه مثل بعض، روح انقلع. ليش بدهم وسع وسع. حول ولا قوة إلا بالله. أعطونا كرسي، أعطونا كرسي. علي يا عمي شو صاير لك؟ كتر خيرك يا ابني، والله لولاك ما بعرف شو كان صار لي. وين كنت يا عمي؟ شو اللي صاير معك؟ خلي وليد يحكي لكم، انا تعبان. ولده قصة ما بتصير غير بالأفلام. قصة شو؟ أنا عرفت إنه عمي أبو فريد ضايع، طار عقلي، قلت ما رح نام اليوم قبل ما ألاقيه. يا بنفقد أنا وياه، يا أما ما برجع إن شاء الله عمري ما برجع أنا وياه. شايف قصي؟ شايف؟ خليك معي. ايه وشو عملت؟ شو عملت يعني؟ أخذت تاكسي وبلشت أدور عليه لحتى لقيته. وين؟ أنت رايح شي مرة على حرستان؟ أنت ورايح بالطريق العام بحرستان، ما في محلات تصليح على إيدك اليمين؟ ايه. ورا محلات التصليح في بناية جديدة عم تتعمر على العظم. أنا ماشي بالتاكسي طلعت هيك شفت واحد فوق واقف على الشباك بالطابق الثاني، ما عجبني منظره، بنوب ما عجبني منظره، قلت لازم أطلع شوف فيه. وعرفت إنه جدي فوق؟ لا بس قلت إنه في إنا بالنص، دغري طلعت. لك المهم وليد هلا شو صار بالأخير؟ هذا يلي واقف فوق منعني فوت. ها وليش بقى؟ ليش بقى؟ عمي بهيك حالات خطرة ما بتسألنيش، رحت سأل خو كف زادته من فوق لتحت. وليد خلصني بقى، لعت لي قلبي. المهم شو لقيت؟ فتت لجوا لقيت عمي ابو فريد مربط، طلع الاخ شو مختطفه ومفكر معه مصاري وما عم يتركه خايف يفسد عليه. الفساد عم يفكر يقتله. العمى طلع بيخرط اكثر من جده. كنت مسافر على فرنسا، ايه مرينا فوق البحر الابيض المتوسط، فتحت شباك الطياره هيك ومديت راسي لقيت البحر تحتي، بس بعيد 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 كتير، يعني بيطلع قد راس الدبوس بكتر ما بعيد. يلا خف ايدك، لسه عندك مليون شغله بدك تسويها. يلا حبيبتي يلا.
سعاد شو رأيك تروحي بكرة لعند أمي؟ لأنه أبي إذا عرف إنه الشغلة مفبركة بجوز ما يروح. مشان ابوك يحل عنا مستعده اسافر على البرازيل مو بس لعند امي. طيب سعاد، وحتى كمان مشان أخي عصام ما يعرف رح أقول له إنه أنت أمك مريضة ورحتي لعندها. ماشي، بس بكره بعد ما يسافر ابوك تلفن لي، مو ما تلفن لي لانه بعرف حركاتك يعني. خلاص فريد خلاص، قلت لك مثل ما حكى الولد، عف عني شو بدك مني؟ هلا هي القصة اللي حكاها وليد ما فاتت في راسي، شو نحن بشيكاغو؟ يعني ضروري فبرك لك قصة على كيفك؟ كتر خيره الولد اللي وصلني. هلا كتر خيره ما مختلفين، بس انا بدي اعرف الحقيقة، غبت يومين عن البيت، بدي اعرف وين كنت، ما بدي ادرى من العالم. ما في فكة؟ ما في فكة. كنت موقوف، ارتحت. موقوف؟ هي عرفت هلا، حل عني بقى. بدي اعرف ليش موقوف. الولد اللي بيشتغل تحت ايدي بالمحل زعجني، ضربته كف فاخذت له طبلة اذنه بالغلط. لا دير بالك ثاني مرة كمان انت مو ايدك والكف. فاضيين المشاكل نحن هلا. اللي صار صار. طيب اتصل، ما بتعرف تتصل؟ لا تواخذني، التليفون يلي بالنظارة خربان. هلا انا ما عمل لك اتصل بالنظارة، بعرف انه بالنظارة ما في تليفون. اتصل قبل ما ياخذوك، وهن اخذينك على الطريق اتصل. ايه معك حق، لانه بيشتروا لهم عرانيس درة للموقوفين. إيه بياخذوك بيزتوك ما حدا بيسأل عليك. كتر خيره وليد اللي وصل لي. حارتنا أنجبت كثير من الأدباء والشعراء. مثلا نزار رباني الشاعر العظيم من حارتنا. الشاعر بدوي الجبل كمان من حارتنا. بدوي الجبل مو من حارتكم، لك مو من الشام كلها بدوي الجبل. لك بعرف، بس لما نزل على الشام استقر بحارتنا. ليش ضل حدا ما استقر بحارتنا؟ حارتنا ضيقة وبطلنا نعرف بعض. المهم يلي بدي اقوله من كل هذا الحكي انه وليد ما له هالشغله الجديده، يعني ما له هالشغله الاستثنائيه بنو. مرحبا شباب. لك عليه والولد شو جار؟ كانك صاير على مستوى. لا مستوى ولا شيء، شكرا. 10 نسخ اشتريت لك، والساعه 9 وخليت لك وحده. معقول اعدل يعني توزع على الشباب كلهم؟ مو بحرزي، مو مشكله. شو انا عملت مثل ما قلت لي. الله يسامحك، انا طلبت منك توزع على الشباب. دائما بيعمل هيك. على كل حال مو مشكله. شفت لي نسخه؟ ايه ليك هون. بس شو حلوان بالاول؟ لك حدد الحلوان اللي بدك اياه. 100 ليره على عيني. هي 100 ليره. شارك يا استاذ. هي شو مغيرين العنوان تبعها؟ أسوأ شيء عندنا بالصحافة دائما ها بيغيروا العنوان تبع الكاتب. على كل حال ثاني مرة أنا بشترط عليهم إنه ما يغيروا العنوان. سيدي المهم نشروا لك، ما ضروري تدقق على العنوان، هذاك المكتوب اللي ببين من عنوانه مو القصة. العم شو هاد؟ هي مو قصتي. وكالات التأجير في برد الشتاء وفي الهجير مو قصتي. مخربطين بالقصة، أكيد مخربطين. حاطين اسمي على قصة واحد تاني. يعني أنا قصتي اسمها الشمس تشرق من الغرب، مو هي. إليك مكتوبة ببريد القراء، كاتبين لك رد عليها. شو كاتبين عندك؟ وليد اسمع مني، روح اقرا الرد بالبيت أحسن. طيب ليش حاطين اسمي على القصة؟ معقول يكون في غلط يعني؟ طيب اتصل فيهم على المجلة، حاطين الرقم. اتصل؟ ايه ايه تفضل.
شكرا. عفوا. الو مرحبا، مجلة الشهر الجديد لو سمحتي. إذا بتريدي ممكن أحكي مع رئيس التحرير. أنا الكاتب وليد كمبوش.